انا مبسوطه ان كتير من الطهاه بيتوجهوا لاعاده تصور الاكل المصري، ودي بالنسبه لي خطوه جريئه جدا وثوريه على الاجيال اللي ورثت لنا فكره ان الاكل المصري بتاع صنايعيه مش بتاع شيفات. بس انا عايزه اطلق دعوه لتوسيع افق التناول. يعني مثلا اول خطوه ممكن الواحد يعملها هو انه يعيد صياغه اطباق تقليديه موجوده اصلا بس بشكل جديد. ولو هو بيلعب على الشكل بس مش على المضمون، فضروري جدا ان اي تغيير يعمله في الشكل يكون ليه سبب. يعني مثلا واحد جاي يعمل طعميه، قال بدل ما هعمل طعميه قرص انا هعملها كده في فورمه على شكل نجمه ميشلان وهقليها، وبعدين هعمل بقى شويه طحينه بقى واحطهم كده بالسكويزر واسبسب شويه ورق الشبت والكزبره. الشكل لوحده مش مبرر، احنا طباخين بنعمل اكل مش نحاتين بنعمل تماثيل. يجي واحد تاني بس ده مفتح مخه شويه يقول انا هحط الطعميه في كيس حلواني بس هعملها بشكل حلزوني في الزيت زي التشوروز علشان اعمل مساحه سطحيه اكبر فتزود القرمشه. انما صاحبنا ده جاي ينزل العجينه في الطعميه لقاها بتقطع منه وبتتفرفت في الزيت، بس فضل متمسك بفكرته وزود للعجينه دقيق وبيض عشان يبقى لها عرق ويعرف يشكلها في الزيت. طلع شكلها مثالي زي بالظبط ما كان متخيله، بس تدوقها تلاقيها مكتومه وطعم الخضره ضاع من كتر الدقيق، ما بقتش طعميه، فقدت جوهرها. هو بيحاول يحاكي حاجه ما بقتش اصلا موجوده في طبق. نحسن تجربه تناول البصاره ازاي؟ لازم نحللها الاول. وهنحلل البصاره ازاي يا شيف؟ احنا هنشوف اهم العناصر اللي بتميز البصاره. اي طعم بيتكون من مذاق وريحه وقوام. البصاره حادقه مع سيكه تسكيره جايه من البصل المحمر اللي ممكن يكون ممرر شويه. عصره الليمون بتديها مزازه تعادل السكر، واكتر اطعمه بارزه فيها هي الثوم والخضره. قوامها كريمي جدا بس بيلكم، انما عصره الليمون برضو بتعادل اللكمه دي. لونها كله اخضر زيتي باهت، معمول له كونتراست ظريف من البصل الذهبي، ده غير الكونتراست بين البصاره الساقعه المطبوخه لمده طويله وسخونيه العيش المقمر والفريشنس بتاع البصل الاحمر. طب هذا المزيج المثالي ايه اللي ممكن نعمله احنا كطباخين عشان ننقله للمستوى اللي بعده؟ احنا هنمسك الحاجات اللي عجبانا نضربها في 15، والحاجات اللي مضايقانا نخفيها خالص، ونسهل طريقه اكلها على المتلقي ونخلي شكلها احلى شويه. الخضره مش هنسويها مع الفول، هنعمل لها بلانشنج في ميه تسويه الفول ونرفعها بعدين نضربها مع الفول. هوبا البصاره بقى لونها اخضر شاهق، واغلب الزيوت العطريه بتاعت الخضره بتاعتها ما طارتش، فطعمها بقى اقوى بكتير، وهكذا. هتفضل الخطوه الاجمد والاهم بحقه حقيقي هي ابتكار تكنيكس جديده وتطبيقها على المكونات المحليه لانتاج اطباق بجد مصريه. ولكن عشان نوصل للخطوه دي لازم نمر بكل الخطوات اللي فاتت.